اكبر وهم في المبيعات انك تعتقد ان العميل بياخد قراره بالمنطق بس. العميل بيشتري باستخدام المنطق والعاطفه مع بعض، وكل واحده ليها نسبه طبعا، وده بيفرق انت شغال بي تو بي ولا بي تو سي. ناخد بصه سريعه على البي تو سي، هتلاقي ان اغلب العملاء بيروحوا يشتروا هم مشغلين مود الايموشنز، وبعدين بيعملوا حاجه اسمها راشوناليزيشن او عقلنه لقرار الشراء. في دراسه عملتها هارفارد بزنس سكول وكانت مهمه جدا، قالت ان اغلب قرارات الشراء بتحصل بسبب المشاعر والعاطفه مش بس المنطق. ناخد مثال، لو انا رايح السوبر ماركت، ليه بروح سوبر ماركت غالي وبعيد مع ان عندي سوبر ماركت ارخص واقرب للبيت؟ يمكن عشان بستريح في ترتيب اماكن المنتجات فبوفر وقت، يمكن حد بيشيل معايا المشتريات فبيوصلني لحد العربيه فبقى مستريح. عايزكم تتعمقوا اكتر وتقروا دانيال كانيمان اللي حصل على جائزه نوبل وكتب في نظريه التطور من فرضيه الرجل الرشيد للاقتصاد السلوكي. في البي تو سي العميل مش دايما بيشتري لان عندك اقوى واحسن واجمد خصائص ومميزات، هو بيشتري لانه حس انك فاهمه او انه ارتاح ليك او انه خاف انه يضيع فرصه. فاللي بيحركه الشعور مش بالضروره انه يكون بالنسبه لك منطقي.